النادي الافريقي تمكن من افتتاح النتيجه في الشوط الاول. كانت تسديده من معتز الجمجمي ضربه جزاء، ونفس اللاعب يتمكن من افتتاح النتيجه لمصلحه النادي الافريقي ضربه جزاء، هدف مقابل صفر. سنعود لضربه الجزاء باعتبار انه ممكن هناك من يرى انه ضربه الجزاء مشكوك في صحتها. فقط قبل ان نمرر ضربه الجزاء عدنان نفسر، لانه في القانون الجديد تنقيحات الاتحاد الدولي لكره القدم ماذا تقول في لمسه اليد؟ راهو في لمسه اليد لم يعد هناك الحديث عن تعمد عدم تعمد، هذا كله خلاص انتهى الامر. في لمسه اليد في شيء واحد، في يا هل ترى اليد في وضعيه طبيعيه ام غير طبيعيه. يعني لو وضعيه اليد في وضعيه طبيعيه بالتالي لا وجود لمخالفه، سواء كانت خارج منطقه الجزاء او ضربه الجزاء اذا كان داخل مناطق ال 18 متر، او في وضعيه غير طبيعيه او في وضعيه طبيعيه. ماذا يعني وضعيه طبيعيه وماذا يعني وضعيه غير طبيعيه؟ اذا كان الانسان واقف، يعني اللاعب واقف، اذا اليد خارجه عن الجسم تعتبر وضعيه غير طبيعيه. إذا الإنسان في وضعية تاكلينج طبيعي، أي يد أي رفع لليد تعتبر وضعية غير عادية، لأنه في هذه العملية ماذا يحدث؟ يجب أن الإنسان لما يكون في وضعية تاكلينج نوقفوه في وضعية لاعب واقف، وقت اليد تكون خارج الجسم وبالتالي ضربة جزاء. ناخذوا ضربة جزاء النادي الافريقي حتى نتأكد من هذه العملية، حتى نشاهدوا العملية، حتى ننهي هذا الأمر تماما. هذه عملية التسديد، وهنا شاهدوا جيدا يد المدافع. على فكرة لو اصطدمت الكرة باليد اليمنى اللي لاصقة الجسم لا وجود لضربة جزاء باعتبار اليد هي لاصقة الجسم، ولكن لو اصطدمت باليد اليسرى، وأعتقد أنه في هذه الحالة الكرة اصطدمت في اليد اليسرى المرفوعة لمدافع النجم الرياضي الساحلي، بالتالي تكون ضربة جزاء، لأنه اليد اليسرى هي اللي خارجة عن الجسم. اليد اليمنى طبيعي هي في وضعية عادية جدا باعتبار اليد اليمنى هي لاصقة للجسم، ولكن اليد اليسرى التي اصطدمت فيها الكرة هي اليد الخارجة عن الجسم، وبالتالي ضربة الجزاء موجودة في هذه العملية حتى تكون الأمور واضحة بنسبة 100% بالنسبة لضربة جزاء النادي الإفريقي. نرجع عندك تعقيب قيس فيما يخص ضربة الجزاء ومن زاوية فنية. احنا عادة سي توفيق يعرف ومتأكد انه بالشاطر الرأي دائما نوصيه اللاعبين مدافعين وسط ميدان مهاجمين لما يكونوا في منطقة ال 16 متر ونص انهم اولا ما يعطيوش بظهرهم للكرة. دائما عند عملية التسديد نتاع المنافس لازم اللاعب ما يعطيش بظهره للكرة، هذا اولا. ثم ثانيا يديه ديما يكون وراء ظهره حتى لا يتعمد لمس الكرة، وحتى يبين خاصة القاضي الميدان أنه يديه ما همش باش يدخلوا في العملية هذه. فقط الإضافة نتاعي الفنية، ورأيي أنها ضربة جزاء. والله هيك لو توخر لنا شوية بداية الهجمة هذه اللي جابت منها ضربة اي اعطينا بداية الهجمة من كابتن توفيق، عنده ممكن تعقيب ثاني. لأنه هنا هو مربط الفرس وتو يرجع لها يمكن بعد، خاطر قعدنا نتناقشوا أنا وقيس في نفس الموضوع. انه النجم هذه بدايه العمليه، هذه الركنيه. شوف عدم تمركز نتاع لاعبين النجم الساحلي 2 ضد 1، وخاصه الرجوع. شوف الرجوع نتاع لاعبين النجم الساحلي وشوف بطيء، وشوف رده فعل لاعبين 4 ضد 4، والباقي تو نخلطوا هنا وين ضربه جزاء. كان من المفروض انه في التمركز نتاع 2 مدافعين اللي خلاو لاعب النادي الافريقي وحده، كان لو فرضنا من المفروض انه كان اللاعب يكون مان تو مان معاه، ما يتمش 2 ضد 1 بالطريقه هذه. لازم يكون واحد قدامه واحد على الاقل، او يتبعوا وين يروح. هذه اللي جابت ضربه الجزاء، خطا تكتيكي واضح. على كل شوط اول انت هدف مقابل صفر.